كيفاش يمكن لك تجي تقرا هنا في روسيا، تكمل قرايتك هنا في روسيا؟ الشروط المطلوبه هي ان يكون عندك باسبور فيه اكثر من 18 شهر وباكالوريا. يمكن لك تقيد بلا بكالوريا الا كان العمر ديالك شويه صغير، يعني مثلا 18 19 20. الا كان كبر كتكون شويه صعيبه بزاف، وعاد في السفاره كيزيدوا يعكسوا معاك الا ما كانش عندك البكالوريا، لان ملي كتجي لهنا غالبا غتقرا غير في الكوليج اللي كيكون لها في المغرب التكوين، وما عندهاش شي افاق. يمكن لك تقرا مثلا لانفيرميوري اللي هي الفرمليه كما تنقول لها حنايا في المغرب، ما عرفتش بالضبط شنو كيتقال لها، وشي تخصصات واحد اخرين. الحاجه اللي كاينه هي انك تقدر تقرا هنا في الكوليج، ما عرفتش عدد السنوات، ومورا هاد السنوات اللي كتقرا في الكوليج كيخولوا لك انك تدخل الجامعه. مي الدبلوم اللي غادي تاخذه من بعد ما غاديش يكون معترف به في المغرب، لان المغرب ما خديتيش فيه بكالوريا. فهذه هي اول حاجه. فحنا دوينا على الشرط ديال البكالوريا وكيفاش انه ضروري تكون عندك بكالوريا، سواء علميه سواء ادبيه. الفرق بيناتهم هو ان الا كانت عندك بكالوريا علميه يعني فيزيك ولا سيونس مات ولا علوم حياه والارض، فهادو كيخليوك انك تختار التخصص اللي بغيتي، يعني طب، اقتصاد، بيطره، الزراعه، اللي بغيتي. الا كنتي عندك باك ادبي يعني كتختار التخصصات اللي عندهم علاقه بالادب، يعني الصحافه، الاعلام، القانون اللي صعيب هنا ديرو، يعني قليل اللي كيدير هنا القانون، انا ما عمري ما تلاقيت مع شي عربي داير القانون. هذا هو الشرط الاول. والشرط الثاني كما قلت لكم هو ان الباسبور ديالك يكون فيه اكثر من 18 شهر. الحاجه اللي موراها هي واش كيطلبوا ضمانات في البنكه ولا لا. في روسيا ما كيطلبوش ضمانات البنكه في خطره، كيطلبوا منك بعض المرات انك تجيب لهم الغولفي بونكير ديال شي واحد من العائله، ولكن ما كيقولوش لك مثلا خاص تخبي 1 مليون 2 10 في البنكه وتجيبها. لا، ما كاين حتى حاجه من هادشي، لان في السيت ويب الاوفيسيال ملي كتدخل للسيت ويب ديال السفاره الروسيه في المغرب كتشوف الوثائق اللي كيطلبوا غير لا كارت ناسيونال، الباسبور، الباك، الغولفي دو نوت، فوتوكوبيات ديالهم، التحليله ديال السيده، وواحد الفورمولير كتعمرها في السفاره ديال في السيت ويب ديال السفاره الروسيه في المغرب، ولانفيتاسيون اللي كتخرج لك من الجامعه. دابا كيفاش نتقيد هنا في روسيا؟ كاينين كل جامعه وشنو كتطلب. مثلا الجامعات حنا اللي كنقيدوا فيهم، عندنا جامعه تقريبا حدا موسكو، وكاينه جامعه اللي فيها اللي في المدينه اللي فيها انايا اللي هي جامعه ساراتوف. فالجامعه اللي كنقيد فيها انا كتحتاج لك غير باك وباسبور، صافي هادشي اللي كيطلبوا منك وكتقيد. بالنسبه للجامعه اللي في موسكو كتطلب لك حتى الترجمه، مي الترجمه حنا اللي كنديروها، يعني كتكون زايده. حتى في الاثمنه كتكون زايده هذيك ديال موسكو على ديال ساراتوف، مي ماشي واحد الفرق كبير. كما غادي نلوح لكم لافيش هنايا، هذه الجامعه ديال ديال ساراتوف، ها بشحال كنقيدوا فيها. وبالنسبه للبروسيدور ها هي نشرحها لكم دابا نيت. في الاول كتصيفط الباك والباسبور ديالك، اولا كتجي عندنا البيرو اللي كاين في طنجه، اللي كاين في شارع محمد الخامس تكنو بارك اللي مقابل مع المحكمه الابتدائيه. والنمره ديال البيرو هي غادي نخليها لكم، سواء كدوي معنا في واتساب سواء كتعيط ابيل عادي، راه كيجاوبك شي واحد من البيرو وكيشرح لك كلشي. كتجي لعندنا الا كانت قريبه لك طنجه. لوبسيون الثاني هي انك كتقيد اون ليني معنا، يعني كتصيفط لنا غير في الواتساب وحنا كنقيدوك في الجامعه. فكندفعوا لك الجامعه، كيخرج لك القبول ياك، وكتسنى الوقيته المناسبه باش انك تخرج لك الانفيتاسيون نورمالمون كتاخذ واحد 40 يوم بلا سبت وحد، هذا الماكسيموم ياك. فانت ملي كتصيفط لنا الباسبور ديالك والباك كتخلص 2000 درهم في خي ديال الدوسي، فكندفعوا لك الجامعه. ملي كدوز هاد 40 يوم اللي قلت لكم بلا سبت والحد. وعاد حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي غيتقيدوا دابا، حيت انا غنحط الفيديو دابا، غادي يكون دابا شهر 4، فما غاديش تخرج لهم في 40 يوم لان دابا ما يمكنش يجي. فغادي تخرج له ان شاء الله في الاول ولا الاخر ديال شهر 7، لان اصلا الموسم الدراسي غادي يبدا في شهر 9، ولكن التسجيل ديجا بدا، يعني خاصك تدفع مع الاولين باش ان الدوسي ديالك يكون مع الاولين وكيتدفع لك بالزربه. فصافي كتخلص 2000 درهم، كتصيفط الباك الباسبور ديالك، كندفعوا لك اليونيفرسيتي، كتسنى تخرج لك لانفيتاسيون. اون فوا كتخرج لك لانفيتاسيون كتخلص 8000 درهم ياك. كنصيفطوا لك لانفيتاسيون، كتمشي دير التحليله ديال السيده، لابوستيل الباك والغولفي دو نوت والباسبور ولا كارت ناسيونال كتديهم معاك، كدير هادشي كامل فوتوكوبي. وواحد الفورميلا كنعمروها لك في السفاره ديال روسيا في المغرب، وكنصيفطوا لك الكونطرا ديال اليونيفرسيتي والشيك بانك راك مخلص اليونيفرسيتي، كتديهم للسفاره. في السفاره تياخذوا من عندك هادشي، كيديروا معاك واحد المقابله اللي هي خفيفه، كيسولك شنو باغي تقرا تما، ما عندك لاش تستريسا، ما فيها حتى حاجه، ما كتخافش منها في خطره. كيسولك شنو باغي تقرا كذا، صافي كتقول له شنو باغي تقرا. الحاجه اللي ننصح الطلبه هو انهم ملي يمشيو للسفاره ما يقولوش لهم حكا، يقول له شنو باغي تقرا ويقول له مازال ما عرفتش حتى نفكر. هذه من اخيب الحاجات اللي ما خاصكش ديرهم في السفاره، يعني يقدر يشد معاك العكس هذاك اللي في السفاره. فصافي اون فوا كتاخذ الفيزا ديالك. الفيزا كاينين جوج الانواع في السفاره الروسيه، هذه ما داخلاش في السيرفيس ديالنا. كتخلص 800 درهم تما في السفاره الروسيه الا بغيتي الفيزا ديالك تخرج في 2 سيمانات. نورمالمون شحال اللي كانت كتخرج في سيمانه ب 800 درهم. وإلا بغيتي السريعه كتخلص 1600 درهم
اللي كانت شحال هادي كتخرج في نفس النهار ولا الغد ليه، دابا ولات هي اللي كتخرج في السيمانه. صافي كتاخذ الفيزا، كندخلوك في الجروب ديال الطلبه اللي جايين هذاك الوقيته ياك، وكنختاروا لكم بي اللي مناسب لكلشي باش كتجيو مجموعين وكنتلقاو لكم في المطار. صافي كتجيو لهنايا، ملي كتكونوا جايين لهنا كتجيبوا معكم 1600 ديال الاور. هذه هي الكماله ديال السيرفيس ديالنا. يعني في الاول كتخلص 2000 درهم، موراها 8000 درهم، وملي كتكون جاي كتجيب معك 1600 ديال الاور. يعني حنا ما كناخذوش كلشي في الاول، كناخذوه كما تنقولوا طريفات، كتخلص شويه بشويه بشويه حتى كتجي لهنايا. بالنسبه لهاد لاصوم شنو داخل فيها؟ ما داخلش فيها البي ديال الطياره، لان حنا حاولنا الماكسيموم ندخلوا الماكسيموم ومن من اديوش وما نتاداوش. فداخل فيها الجامعه، السكن الجامعي طول المده الدراسيه ديال السنه التحضيريه، مثلا تحاليل ديال السكن الجامعي، التحاليل اللي كتحتاج باش انك دير البصمات، لان هنا في روسيا عندك الحق في 3 شهور تدخل، فهاديك ظرف 3 شهور خاصك ضروري دير واحد البصمات، ودوك البصمات باش كديرهم خاصك دير تحاليل وتكون عندك ترجمه ديال الباسبور اللي هي داخله حتى هي في المصاريف، يعني ما كتخلصهاش. داخل الترونسبور ديالك، يعني اين فوا كتوصل لموسكو باش تجي لهاد المدينه ولا المدينه اللي حدا موسكو، الجامعه اللي قريبه لموسكو، كيكون حتى هو داخل في المصاريف، يعني انت ما كتخلصوش. والتجديد ديال الفيزا، لان ملي كتجي هنا لروسيا كتكون عندك فيزا فيها 3 شهور، وكتجددها ملي كتوصل لروسيا قبل ما تسالي لك بشهر. يعني مثلا جيتي في شهر 9 وكانت الفيزا ديالك غتسالي في شهر 11 نهار 10، فكيخصك انت نهار 10 في شهر 10 تدفع الجديد الفيزا، فتا هي كتخلص على واحد الرسوم كيكونوا داخلين حتى في المصاريف. الحاجه الوحيده اللي كنقول للطلبه بانهم اللي غيجيو لهنا ما غنخلصوهاش عليهم هي المعادله. هذه المعادله كتحتاجها العام اللي مور السنه التحضيريه باش كتدفع للجامعه، كديرها في اي وقيته في ديك السنه التحضيريه، يعني تقدر ديرها في شهر واحد شهر جوج، لانها كتاخذ واحد شهرين حتى 3 شهور باش تخرج. هذيك المعادله كدير تقريبا بواحد 1500 درهم، هذيك ما كندخلوهاش في المصاريف، كنخليو الطالب هو اللي يتكلف بها، مي كنعاونوه انه باش يدير، يعني ما كتطلبش واحد المجهود اللي هو عالي. وصافي يعني اون فوا كيوصل الطالب هنا لروسيا ما كيخلص حتى حاجه اخرى من غير المعادله. فهذه هي البروسيدور عامه. وبالنسبه للجامعات كما قلت لكم، عندنا جامعه في ساراتوف وعندنا جامعه في موسكو. هادشي الا كنتي باغي تقرا السنه التحضيريه، كنتي باغي تقرا الطب بالونجلي ولا بالفرنسي، فعندنا جوج ديال المدن، عندنا هاد ساراتوف نيت وكاين طامبوف. الفرق بيناتهم هو الجوده ديال الدراسه والثمن. طامبوف شويه ناقصه شويه في القرايه على ساراتوف، ولكن ساراتوف غاليه بزاف على طامبوف في القرايه. السبب علاش غلات ساراتوف هو انه كانت تعترف بها في مصر، والمصريين عندهم واحد الحاجه، الا جيتي قريتي غير نص سيمستر ديال الميديسين في شي دوله اخرى كيمكن لك ترجع لمصر وتكمل، يعني كتسهل عليك انك حتى ما تدوز امتحان. مثلا حنا عندنا امتحان ديال الطب ما كيتقبلوش فيه بزاف، فهذه بحال قلتي كيقولبوه، كيجيو هنا يقراو السيمستر الاولى، فملي كيرجعوا لمصر كيدخلوا ديريكتومون بلا امتحان بلا والو على حسب ما فهمت. فخلات ان هذه الجامعه انها تعلي الثمن باش يجي بصح هذاك اللي باغي يقرا، ماشي اللي جاي غير باش يقرا سيمستر وحده. وبالنسبه للبروسيدور باش انك تقرا مثلا الميديسين بالفرنسي ولا بالانجلي كتكون مختلفه، لانك تحتاج دير فيها التحليله ديال السيده ولا بوستيل ديال الباك والغولفي نوت والترجمه ديال الباسبور اللي قلت لك حنا كنديروها، مي هادو كتحتاجهم في الدفيه، ماشي بحال السنه التحضيريه اللي كتحتاج فيها غير باك وباسبور وصافي. فهذه هي البروسيدور عامه. فإلا بغيتي تقيد معنا عندك جوج ديال الطرق، يا اما كتجي عندنا المكتب ديالنا في طنجه اللي كاين في شارع محمد الخامس مقابل ما المحكمه الابتدائيه في تكنو بارك اللي كاين تما، اولا كتقيد اون لين. كيفاش كتقيد اون لين؟ هو انك كتدوي معنا في الواتساب كما كيتقيدوا اغلبيه ديال الطلبه اللي بعاد على طنجه، كنقادوا معك كلشي وكنصيفطوا لك الغوسو بانك خلصتي فيه الكاشي ديال الشركه وكلشي، وكتكون الامور كلها قانونيه. فانا نخلي لكم دابا النوامر ديال الواتساب وديال البيرو، اتصلوا بينا في الواتساب او البيرو غادي نشرحوا لكم كلشي. والا كان عندكم شي تساؤلات ولا شي فيديوهات بغينا نديرهم على شي مواضيع ما دويتش عليهم، كتبوهم لتحت في لي كومونتير، وان شاء الله غادي نحاول نجاوبوا على جميع الاسئله.